السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الهواة المتابعين المحترمين، آخر تيست معانا في المجموعة بتاعت ريد سي، التيست الخاص بالفوسفات. الفوسفات ده واحد من المجموعة اللي هي بتاعت التحكم في الطحالب، اللي هي الفوسفات والنترات. محتاج تعرف أكتر عن الفوسفات، تقدر ترجع للتيست بتاع API وتاخد المعلومة الكاملة عن الفوسفات، ازاي تتحكم فيه، ايه أضراره، ايه أسبابه، كل التفاصيل الخاصة بالعنصر اللي هو الفوسفات ده بالظبط. ولكن النهارده كل بس اللي هنعرفه ازاي نستخدم التيست كيت دي بتاعه ريد سي. برضو العلبة هي نفسها لمعظم التستات اللي فاتت بتاعت ريد سي. وتاني هكرر في تحذير عن شركة ريد سي، تنبيه هام انا قلته في التيست بتاع المغنيسيوم، تقدر ترجع له في اول دقيقة وتعرف برضو معلومة كاملة عن شركة ريد سي. هنفتح العلبة. طبعا العلبة زي ما قلنا قوية، مقفولة كويس، تقدر تشيلها في اي مكان جوه الترابيزة بتاعتك ضد المية، حتى لو حطيتها ناحية الصنب مش هيحصل فيها مشكلة. اول حاجة الخريطة بتاعت الجدول اللي هو بتاع القرايات، وفي نفس الوقت الانستراكشن او التعليمات ازاي تستخدم التيست بتاع النهاردة بتاعنا. بخلاف الخريطة هنلاقي طبعا عندنا، او بخلاف الجدول اللي هو بتاع القرايات، طبعا اللي بيقول لنا ان الفوسفات زي النترات، او التستات البرو اللي هي بتاعت ريد سي بتقيس دايما اللي هو الهاي رينج واللو رينج، او اللي هو القرايات الصغيرة جدا والقرايات الكبيرة. لو انت عندك نسب العنصر اللي بتقيسه ده كبيرة تعرف تقيسها، ولو انت عندك النسب صغيرة جدا حاجات عشرية تعرف تقيسها برضو. الفوائد بتاعت العلبة عندك اللي هو الحمض اللي هو الفوسفات A، والمحلول المعايرة اللي هو الفوسفات B، السرنجة اللي بنسحب بيها عينة المية ال10 ملي بتاعتنا، والخريطة بتاعت الألوان، والدليل اللي انت بتقيس بيه، القارورتين اللي هما بتوع العينة، واحدة بتستخدمها كعدسة بتحط بس فيها مية من مية الحوض أو مية أرو ما تفرقش عشان تبين لك الألوان، وفي نفس الوقت التانية اللي هي بتستخدمها بتعمل فيها التيست، بتحط فيها المواد الكيميائية عشان تعمل عملية المعايرة أو التيتريشن وتطلع العنصر بتاعك. فكرة اللو رينج من الهاي رينج إن في اللو رينج أنت هتستخدم بس 17 ملي من مية الحوض مباشرة، في الهاي رينج هتستخدم 1 ملي من مية الحوض و 16 ملي ميه ار او. ده وانت بتحضر عينه الميه اللي انت هتقيس فيها تركيز الفوسفات قد ايه، ده لو انت بتعمل لو رينج او هاي رينج. ده الاختلاف بس في البدايه، لكن بقيه الخطوات كلها واحده. هنسحب اول حاجه العينه بتاعتنا 17 ملي من ميه الحوض. طبعا احنا في الاول في الاخر بنقيس في حوض، الحوض ده كان لسه جديد ساعتها، بالتالي هو في الغالب ما فيهوش اصلا اي نسب للفوسفات، وده احنا هنتأكد منه دلوقتي بعد ما نعمل موضوع الاختبار. ده الطريقة اللي انت بتركب فيها الدليل اللي هو بتاع القراية بتاع مقارنة الألوان، ودي الإزازة اللي احنا بنحطها فيها بس مية من الحوض أو مية ار او عشان تبين لك الألوان، عشان تقارن باللون اللي عندك اللي انت طالع نتيجة الاختبار بتاع المعايرة اللي احنا بنعمله. 17 ملي من مية الحوض. وبرجع تاني بأكد المعلومة بتاعت الهاي رينج واللو رينج، ان احنا بتفرق حتى في الألوان بتاعت القرايات، بتفرق في لما بنطبق القراية بالجدول اللي موجود عندنا بتاع القرايات. فده سبب ان ناس كتير بتستخدمه وما تبقاش عارفة تستخدم التيست ده ازاي. في حاجات طبعا في السوق اسهل من كده بكتير، باختلاف التكلفة باختلاف الخطوات. بعد ما نحط العينة اللي هي بتاعت المايه نجهزها، هناخد من الازازة اللي هي رقم A حتى مكتوب عليها 13 نقطة، هننزل 13 نقطة على العينة بتاعت المايه بتاعتنا. ده نوع من انواع الاحماض. الفكرة بتاعته ان هو بيعمل ترسيب للعنصر اللي احنا بنقيسه اللي هو الفوسفات، الجزيئات بتاعته بتترسب، فبالتالي ده اول خطوة بنعملها، بنضيف 13 نقطة. وفي بعض التستات يعني، وفي ناس بتقول ان هو بيبقى مكتوب عليها 10 نقط. خلي بالنا التست ده انت ممكن تستخدمه لحد 100 مرة، ده اللي بيقال يعني عليه. طبعا تاني بكرر شكري للأستاذ أحمد عادل، جزاه الله كل خيرا، كان هو اللي قاعد معانا وكان هو اللي بيساعدنا. راجل هاوي في اسكندرية، محترم جدا، خبرة كويسة جدا، راجل قمة في الاحترام في المقابلة بتاعته. والشكر برضو للأستاذ محمد عطية، المحل بتاع ريد سي اللي كنا بيوفر لنا كل المواد دي عشان خاطر احنا نصورها ونوريك المنتجات اللي بتبقى متاحة في السوق. الفيديو ده قديم، متصور من سنتين، المهم يعني سنتين تقريبا. تاني ده هنا التيست بتاعنا، سنتين واحنا بنتكلم في 2023، ده كتير والله.
العمر بيجري. المهم بعد ما احنا حطينا ال 13 نقطة بتوعنا، هنبدأ نهز الإزازة بنفس الطريقة كده لمدة 10 ثواني. بعد كده بقى نيجي اللي هو المحلول اللي هو بيغير لون العينة بتاعتنا، اللي بيتفاعل مع العنصر اللي تم ترسيبه بقى في المرحلتين اللي فاتوا، اللي هو المحلول رقم بي. هناخد بالقطارة بتاعتنا اللي هي الأنبول الصغير ده، هناخد بيه 4 نقط هنضيفهم على العينة. وقبل ما نستخدم اي ازازه زي ما احنا قلنا، طالما فيها سائل كيميائي احنا بنحاول نرجها بس ببساطه عشان نتاكد ان اللي جواها اوريدي مخلوط، مفيش حاجه مترسبه جواها. طبعا بس خلي بالك ان القطاره دي ممكن تنقط ولا حاجه، فانت حاول تستخدمها ببساطه عشان ما تلحوس وما تبوظش الدنيا عندك في المكان اللي انت بتعمل فيه التست. 4 نقط. من اول ما بتحط اول نقطه بتشوف تغيير في اللون. طبعا لازلنا بنقول ان الحوض اللي احنا بنقيس فيه العنصر بتاعنا هو اصلا اوريدي يعني حوض جديد ما فيهوش نسب فوسفات خالص. الحوض كان معمول بقاله تقريبا 2-3 يعني، حتى ما فيش محاش يتفاعل حاجه خالص. هنرج لمده 10 ثواني. بعد كده هنحط الازازه في المكان بتاعها، والاختبار بتاعنا بيقول لي احنا نسيبها لمده 15 دقيقه. بعد ما سيبناها 15 دقيقه اللون زي ما هو. طبعا اللون الاصفر مش موجود في اي حاجه، فعشان بس نبقى احنا عارفين يعني ان هو اللي حصل ان عشان ما فيش فوسفات، فاللي حصل ان المحلول اللي هو بيغير لون العينه اتفاعل مع الحمض فعمل اللون الاصفر ده. مش هيديك لون تاني حتى لو حصل واستنينا 15 دقيقه او ساعه، في النهايه مش هنعرف، مش هنلاقي اللون اتغير قوي، ممكن يغمق حاجه بسيطه لان ما كانش فيه فوسفات. ده يقول لك ازاي الرينج القليل والصغير. اخر تيست ده كان معانا من مجموعه بتاعت ريد سي. انت كده عرفت ايه الموجود في المجموعه دي، ازاي تستخدم التستات، طريقه التغليف بتاعتها. في منتجات كتيره موجوده منافسه ليها في السوق. انت بتستخدم اللي انت حابه في الاول وفي الاخر. دي نهايه الفيديو. لو انت عجبك المحتوى وعجبك اللي بيتقدم هنا على القناه، تقدر تعمل لايك وسبسكرايب معانا هنا على اليوتيوب. ولو عايز تتواصل معي شخصيا، انا اسمي احمد قنديل، عن طريق جروب الفيسبوك احواض المالح للمبتدئين، الاحواض البحريه. هتلاقي كتير من الهواة، ناس مهتمه بنفس الهوايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.